الاقتراح ديال اليوم هو خاص بالناس اللي ما كيعجبهمش الباذنجان، وانا وحده منهم. من بعد ما تشوفوا هاد لا فيديو وتجربوا الوصفه كنواعدكم انكم غادي توليو تقتنيوا الباذنجان بكثره باش توليو تصايبوا هاد الوصفه. صراحه سهله بسيطه، والمذاق ما غادي نقول لكم حتى شي حاجه حتى تجربوا الاقتراح وتحكموا بنفوسكم. وبسم الله على بركه الله ندوزو باش نشوفوا طريقه التحضير. تقريبا هنا عندي شي 2 كيلو ديال الباذنجان من بعد ما غسلته بطبيعه الحال غادي نقطعو على هذا الشكل. الفيديو راه شارح نفسه، الطريقه راه سهله وبسيطه. كيكون حدايا واحد الكاسروله ولا واحد الكاميله فاش كنديرو على هذا الشكل كيكون فيها الماء. كنستمر على هذه العمليه حتى نسالي الكميه اللي عندي، او يعني ندير القياس اللي غادي نحتاج انا، ومن بعد نرجع معاكم. من بعد كنديرو فوق البوطه وكنزيد شي شويه ديال الملحه وكنخليه حتى كيطيب. من بعد ما كيطيب كنحيدو من الكاميله وكنديرو فوق ورق النشاف باش ينشف ويستقطر منه كاع هذاك الماء اللي هز في السليق. هنا غادي ندوز باش نتبل الباذنجان ديالي. بالنسبه للتتبيله كتبقى اختياريه، انا غنعتمد تتبيله تقليديه، يعني سكينجبير، بزار، خرقوم بلدي، بابريكا، يعني الفلفل الاسود. هذه هي التتبيله اللي درت انا. كيف ما قلت لكم التتبيله كتبقى لكم فيها الاختيار، كديروا اي منسمات نتوما كتعجبكم، يعني في هذه المرحله كيبقى لكم الاختيار. ومن بعد كنرشو بواحد شويه ديال الفين على هذا الشكل. دابا غادي نبدا نهز في الباذنجان ديالي قطعه بقطعه، وغادي ندوزهم في البيض اللي خلطته مع الخل. ومن بعد غادي نديرو في الدقيق الابيض. الا كان عندكم لا شابليو غادي يكون احسن، ولا الفينو. انا ما متوفرينش عندي، درت غير الدقيق الابيض. الا كان لا شابليو كيف ما قلت لكم كيجي احسن ومقرمش. ومن بعد كنبداو نقليو في الباذنجان ديالنا من كيطيب من التحت كنقلبوه للجهه الثانيه وكنقدموه على هذا الشكل. كيجي غايه في الروعه، لذيذ لواحد الدرجه ما تصوروهاش. انا رافقته مع شي شويه ديال المايونيز والزيتون اللي حضرت معكم من قبل. غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف باش ترجعوا ليه الا بغيتوا تشوفوا الطريقه. وبالصحه والراحه الا جربتوا الاقتراح ديال اليوم ما تنسونيش من التعاليق واللايكات ديالكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. الى اللقاء.